بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الكرام، الناس الطيبين في مغربنا الحبيب، وفي الجزائر الشقيقة خاوة مكاندا، وفي الوطن العربي والإسلامي أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة للجميع. الجالية العربية والمسلمة في أوروبا والعالم، الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم من كل شر وسوء ومكروه. لنرطب ألسنتنا بذكر الله، الصلاة والسلام على خير البرية، حبيبنا قائدنا قدوتنا عظيمنا شفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، أسأل الله رب العرش لي ولكم أن تكونوا بخير وعلى خير، في صحة جيدة وظروف حسنة، والله يوفينا وما يوفيكم ما تمنوا عن سيدنا إن شاء الله. دائما في إطار العلاقات الأخوية، وهذا هو الأصل بين المغرب والجزائر، هي أخوية بين الشعبين، لكن سياسية للأسف. طال الانتظار وقرب الفرج إن شاء الله. لابد أحبتي الكرام أن تكون العلاقات المغربية الجزائرية في أعلى مستوياتها من حيث التعاون والتضامن والتآزر، وتكون متينة قوية سديدة تعود بالنفع على البلدين والشعبين. الآن العالم يقع للأسف الشديد تحت وطأة الرأسمالية المتوحشة، كتطحن طحين الضعيف، لا ترحم أحد، بل لا ترحم حتى المقربين إليها. فما بالك نحن العرب والمسلمين؟ في هذه الحياة هناك دروس وعبر نستخلصها من الأحداث التي تجري، آخرها في الخليج. أنا قلت نعم صحيح أن لنا مع إيران خلافات جوهرية عميقة ومؤاخذات إلى آخره. لن ننسى ولن ننسى ما جرى لأهلنا من السنة في كثير من البقاع على يد الشيعة. لندى هذا يؤيد أو، لكن كيف ما كان الحال، الشيعة إيران خدمت بلادها، أحببنا أم كرهنا، أعطاوا المجال العلمي الوقت الكافي وكل الإمكانيات لتسخير طاقات أبنائها لتطوير البلد. وقعت المواجهة. بالله عليكم نظرة بسيطة، كيف يخاطب الأمريكان الإيرانيين؟ حاصلة أمريكان، حاصلة بكل ما تعنيه الكلمة. لما تكون عندك القوة تنتج سلاحك وتنتج طعامك وتخلص ديونك، ما يكونش عندك ديون، هذا الثلاثي، تكون عندك عزة وكرامة وسيادة. الآن هذا الشيء مفقود للأسف الشديد في الدول العربية والإسلامية المثقولة أو الكاهلة ومثقل بكثير من القضايا، المديونية ثقيلة، التبعية السياسية والاقتصادية، لأسباب لا داعي لأن نتجادل فيها، اللي كما نقولوا لا تلاحظ، لكن نستخلص دروس. نحن أولى، والدول العربية والإسلامية خاصة العربية أولى أن تكون متقدمة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لها من المؤهلات ما يجعلها في هذا المنحى، ويجب أن نطور إمكانياتنا نحو سيادة حقيقية، نحو اقتصاد قوي حقيقي في نهاية المطاف. وأعتقد أن هذه ثقافة الأمة العربية، والدين الإسلامي هكذا. الإسلام يمنعنا من التعدي، الإسلام يمنعنا من الظلم، الإسلام يمنعنا من العربدة واستعراض القوة على الضعف. القوة تستعملها للدفاع عن دينك وعرضك وشرفك وبلدك.
الآخرون استغلوا انحطاط العرب والمسلمين وفعلوا الأفعال. الآن هذا الطرس إيران استطاعت تبني. نحن أولى العرب والمسلمين من هذا، نحن أولى من إيران. عندنا العقول التي تفعل الأفاعيل وتفعل عجب العجاب، ولا بد كذلك من بناء اللبنة الأساسية الأولى هي المصالحة بين جميع الدول العربية خاصة العلاقات الثنائية من بينها المغرب والجزائر. ملف قضية الصحراء المغربية في طريقه إلى الحل إن شاء الله. لا بد أحبة المغاربة أن نكون سندا لبلدينا. كفى الله المؤمنين شر الكذب. أخطأتم في مرحلة ما نقول نحن سامحكم الله، أخطأنا نحن المغاربة أحبة الجزائر تقولون سامحكم الله. هذا هو المطلوب. أما أن نطيل المشكل ونشعل الفتن ونكون من المؤيدين لاستمرار الأزمة، هذا لا يليق بنا، لا ينفعنا، وعنده تداعيات سلبية على كلينا. المغرب يستحق الأفضل والجزائر تستحق الأفضل إن نحن تعاوننا وتضامنا، وهذا هو المطلوب وهذا هو الأساس، ونحن سائرون إن شاء الله في هذا الاتجاه. أتفائل خيرا أن العلاقات المغربية الجزائرية ستعود إلى مياهها كما كانت، بل وأفضل إن شاء الله. قضية الصحراء تحل إن شاء الله، ونتعاون بالكاد، أقول بالكاد، نستطيع أن نكون صخرة صلبة تتلاطم عليها موجات الدسائس والمؤامرات. ونسأل الله الباري جل وعلا أن يحفظ المغرب والجزائر من هذه الدسائس والمؤامرات ما ظهر منها وبطن، وسائر البلاد المسلمين يا رب العالمين. إنك نعم المولى ونعم النصير، ودمتم سالمين غانمين أحبتي، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.